اهلا بيكم. انا ايمن محمد من الكتريفايد، والنهارده جاي اعرفكم عن تجربتي مع الكيك سكوتر. ناس كتير سالتني عن الكيك سكوتر بما اني كنت عمال انزل صور ان انا بستخدمه هنا وهنا وهنا، فناس قالت لي عايزين نعرف عنه اكتر وازاي بتقدر تستخدمه بشكل يومي وبتروح بشغلك. الكيك سكوترز واحده من وسائل التنقل اللي بدات تاخد اهتمام كبير مؤخرا في مصر، ده بسبب الزحام الشديد اللي بقى موجود في المدن القديمه، وكمان صعوبه انك تلاقي مكان تركن فيه. فالسكوترات كانت هي الحل السحري لكل ده، خاصة في المشاوير الصغيرة اللي ما بين 3 ل 5 كيلو متر، وده راجع لأن وزنها خفيف فسهل تشيلها معاك لأي مكان، أو حتى تحطها في شنطة العربية وتركن في أي حتة وبعد كده تتحرك بيه. وعايز أقول لكم إن ساعات كنت باخده معايا في العربية الكهرباء أركنها تشحن، وبعد كده أرجع بالسكوتر أخده وأحطه في شنطة العربية وأتحرك. الكيك سكوترز تقدر تشحنها من أي فيشة كهرباء في بيتك أو شغلك، اللي يمشيك حوالي 20 كيلو متر، وكل ده بتكلفة أقل من جنيه على أعلى شريحة كهرباء. الكيك سكوترز مش بس من أفضل الطرق اللي ممكن تتحرك بيها، ولكن الأفضل بيئيا عن كل البدائل اللي موجودة حاليا، وده لأن ملوش انبعاثات ولا بيحتاج بنزين أو حتى صيانة. وأخيرا أتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ولو حابين تعرفوا أكتر عن أسعار ومواصفات السكوترز الكهربائية اللي موجودة في مصر تقدروا من خلال موقع electrifiedev.com. شكرا لكم.